سعد، أنا حبيت نسقسيك برك، بما أنك أنت في المغرب، لو أتيحت لك الفرصة أنك تقبل يد ملك المغرب، أسكو راح تفعلها؟ أقبلها أقبلها وأقبل رأسها كمان، عندك مانع؟ هذا هو السؤال فقط. عادي عادي، حتى أنت إذا أنت طيب وابن ناس، إذا لقيتك أبوسك على راسك وأخذك في الأحضان وأبوس يدك. إيش فيكم؟ أنتوا وين عايشين؟ وين عايشين يا أخي؟ أنتوا بتقبلوا ركب الرؤساء الفرنسيين يا أخي. يا أخي بيجي ماكرون بكرة بتشفطه شفطة هكذا، تعمل له حجامة، الله يخرب بيتك أنتوا وهو. يا أخي كل رؤساء فرنسا جو عندكم وبستوهم وانحنيتم وعملتوا لهم حجامة وشفطوهم شفط، مالك أنت؟ ابوس محمد السادس على راسه. الشيء انا احترم هذا الرجل والله، لو ولا قل ابوسه على راسك وابوسه في يده. ايش المشكله عندك؟ والله اقسم لك أول قبيلة الأولى. والله شرف كبير ونهار كبير اني اشوف الملك محمد السادس بالصدفه، وانا مستعد ابوسه على راسه. عندك مانع؟ مالك دعوه. والله راح تدخل كتاب يونس. خلاص المهم انت اذا جاء الذي قتل ابوك وقتل جدك ويحتفظ بجماجمكم وقتل منكم 1,500,000 لا تبوسوه. اما انا محمد السادس ما قتل ابي ولا قتل جدي ولا قتل مني مليون. احنا رئيس الجزائر، احنا رئيس الجزائر، راح يتبدل كل عهده 5 سنوات يتبدل الرئيس. طافي. ايش قلت ابونا هذيك؟ ايش هذيك بالفرنسي يا اخي؟ سيتو. سيتو. تمام. نخبختك ويا سلاح. شوفوا لنا جزائري اخر يلا يا طلعوا الله يخرب راسك. عندك شيء يا اخي غير البوسه؟ عندنا في اليمن نقبل اي واحد نحترمه على يده، على كتفه، على راسه. والناس الذي اراهم انا، الناس العاديين في الشارع، الانسان المغربي العادي، مرحبا كيف الحال وبوسني وبوسه. ايش فيكم؟ وين انت؟ جريمه. هي مالك؟ انت الذي همك البوسات حقي يا اخي. تعال وانا ابوسك يا اخي. انت ناقص حنان؟ تعال يا اخي انا ابوسك. تعال انا ابوسك واحده مثل حق ماكرو. لا والله انت الصراحه اخوك سعد، يا سلاح ما اعمل لك حجامه. والله ما نتفق. مالك انت يا اخي؟ والله برك. يعني جيت تناقش البوسه يا سلاح. لا لا، أنت مؤخرا أصبحت مهووس بالبوس ابوسك والله لا ابوسك يا سلاح. على بالي راك